الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، وخاصة في مناطق الشمال السوري، المناطق الكردية، في عفرين، في رأس العين، كوباني، ووصولا إلى ديرك في شرق الفرات. مرحبا. وأصدقاء قسد والموالين لقسد الموجودين الآن في أوروبا ولا يدعمون مشروعهم في الإدارة الذاتية بالهجرة، بالانتقال إلى تلك المناطق كمان. مرحبا. شأن هؤلاء شأن أنصار الجولاني اللي بيمدحوا من البلدان الأوروبية نظام الجولاني، ولا يتخلون عن جحيم الغربة والشتات وأوروبا وبلاد الفسق والفجور والفرنجة، وما بيروحوا على جنة الإيمان والتقى والديمقراطية والوطنية التي يديرها الجولاني. أنصار قسد وأنصار الجولاني صحيح، يعني هنالك اختلاف في التوجهات في المواقف، لكن يتقاطعون في قضايا وصفات وخصال كثيرة، منها النفاق. يعني مدائح شديدة لسلطة قسد للإدارة الذاتية، لكن عن بعد. لا أحد يتحمل مسؤولية الذهاب والعيش هناك. بيدافع عن سوء الخدمات وهو يعيش في أوروبا، لكن طبعا أنا أقصد منطقة شرق الفرات. نفس القصة، نفس أنصار الجولاني اللي بيدافعوا عن الجولاني من تركيا ومن البلدان الأوروبية ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وما بيروحوا ما بيعيشوا مثلا في إدلب. لنشوف كيف راح ينقلبوا قلبي. اقلب فأنت في إدلب. أنصار الجولاني أقصد يعني. فالاثنين الجماعتين، هاتين الجماعتين، جماعة أنصار قسد وأنصار الجولاني، آه، يتنافران، يتناقضان في مناطق، في تفاصيل، في نقاط، لكن يتوازيان يتلاقيان في نقاط وخصال آه، أخرى، كما ذكرت من أبرزها النفاق. ما رأيتموه نموذج من الإعلام الموالي لسلطة الإدارة الذاتية التابع لها بشكل مباشر أو غير مباشر، ناطق باللغة الكردية، ناطق باللغة العربية، مواقع إلكترونية، قنوات تلفزة، مركز بحوث الذي يديره الأستاذ الفاضل نواف خليل، ومجمل اللي بيشتغلوا في إعلام قسد والإدارة الذاتية. أنا أعرفهم على الصعيد الشخصي، أعرف سويتهم، أعرف يعني مطلع على مستوى الإلمام والدراية والعمق والثقافة والخبرة لديهم، القدامى منهم والجدد، يعني اللي المستجدين القسديين الجدد. فأنا عندما أتحدث عن هذا الموضوع أدرك ما أقول، يعني نتيجة تعاملي وخبرتي ومعرفتي بهذا الطيف الموجود المتنوع، يعني طيف متنوع من الأوجلانيين أو الأبوتشيين القدامى والأوجلانيين والأبوتشيين الجدد القسديين الجدد. مناسبة هذا الكلام، البارحة كان في جلسة نقاش حول الإعلام على منصة إكس. دعاني الصديق تيم داود وزميلته سالي للنقاش حول
الأداء الإعلامي، وإجراء بعض المقاربات ما بين إعلام الرسمي التابع لنظام الجولاني والإعلام الرسمي التابع لقسد. والتي تدير الندوة سالي طرحت علي هذا السؤال، أنه نحن عرفنا الإعلام الرسمي أو النصف الرسمي أو الموازي أو الشبه الرسمي التابع للجولاني، قناة الإخبارية وتلفزيون سوريا. لكن ماذا عن قسد؟ هل هنالك إعلام رسمي أو قريب أو ذو مصداقية، يعني يمكن اعتباره أنه الناطق الرسمي باسم قسد أو باسم الإدارة الذاتية؟ طبعا أنا سؤال كتير حلو وكتير مهم وكتير مهني وكتير بحثي. آه، أجبت على هذا السؤال بإجراء مقاربة ما بين الإعلامين، وقلت أنه ربما تكون هذه المعلومات مفاجئة وصادمة. طبعا كان هنالك أنصار قسد موجودين عم يسمعوا، وحاولت وحدة منهم يعني بقلة ذوق وقلة أدب وقلة حياء مقاطعتي وتطاول علي، لأنه لم يعجبها كلامي، لم تستطع أن ترد بالمعلومة وبالسند وكذا. فكان الاستهداف المتكرر والهجوم المتكرر ما أجبر تيم أنه يعمل بلوك ويطردها، يعني لأنه في تعامل بقلة أدب وقلة حياء وقلة حيلة وقلة حجة في التعامل مع الضيف. أنا ماذا قلت؟ أنا قلت أنه ال- الكتلة الإعلامية وحجم المنصات الإعلامية التابعة للإدارة الذاتية والتابعة لقسد أضعاف أو ضعف ما هو موجود عند الجولاني. هذا أولا. وذكرت أسماء القنوات، يعني مثلا الجولاني عنده الإخبارية وتلفزيون سوريا، آه، قسد وإدارة قسد والإدارة كله على بعضه، يعني بربطة المعلم مثل ما بيقولوا. يعني هالتنويعات، في واحد يجي بيقول لي لا نحن مش إدارة ذاتية نحن قسد، واحد بيقول لا نحن إدارة ذاتية نحن مش قسد، واحد بيقول لا نحن لا قسد ولا إدارة ذاتية نحن PYD نحن حزب الاتحاد الديمقراطي. واحد بيقول يطلع لي بيقول انه لا انا لا هذا ولا هذا ولا هذا، أنا مثلا طارق حمو أنا شخص مستقل مثلا، أنا أجدر شيخو أنا إعلامي مستقل، لكن هو بيعلم ويعمل أنه بيشتغل وفي هالمؤسسات وبياخذ راتبه من هالمؤسسات وبيدافع عن هالمؤسسات مثلا، يعني لكن هاي الطيف أو هالمجموعة هاي أو هالشركة أو هالإمبراطورية كلها تابعة لتوجه معين، لخط تحريري معين، لسياسة معينة، لتمويل معين. وبالنسبة لي الموضوع هذا واضح، يعني ممكن إلهام أحمد أو مظلوم عبدي أو أيا يكن من القيادات يطلعوا وينفوا أنه مثلا قناة اليوم لا تتبع لهم، أو قناة روناهي لا تتبع لهم، أو قناة روجافا لا تتبع لهم، أو قناة أو منصة نورث بريس أبدا. حاشا لله أنه تكون تابعة لا قسد ولا الكنترول قسد أو تابعة لإدارة قسد، أو مثلا وكالة هوار إطلاقا غير تابعة لسلطة الإدارة الذاتية، لكن المحتوى الموجود يفقأ الأعين. السياسة التحريرية لها كلام آخر يفند ويدحض كل مزاعم التبرؤ، مساعي التبرؤ من تبعية هذه المؤسسات الإعلامية لهذا الخط السياسي والأيديولوجي. يعني هنالك في حالة من
الرياء والخجل وعدم الإفصاح في والتنصل من التابعية، يعني من إنه يقولوا، وهذا معروف. يعني ممكن المسؤولين، ممكن يطلع نواف خليل ويقول لا نحن ما لنا علاقة، نحن مركز مستقل، مركز دراسات موجود في بوخم. يعني بإمكانه يكذب على الإعلام العربي أو الإعلام الكردي أو بعض الكتاب والمثقفين الذين يستكتبهم، لكن ولا يمكن أن يكذب علي، لأنه أنا بعرف كيف الموضوع صار. يعني هذا الكيان الموجود في بوخم، مستويات تابعيته وتمويله والقصص هي كلها أنا مطلع، والسلطات الألمانية كمان بتعرف هذا الشيء، يعني بيعرفوا مطلعين على التفاصيل. فما في حدا بإمكانه يجي يكذب علي أو يخدعني، لأنه صعب المسألة كثير صعبة في هذا الإطار. أنا ذكرت إنه طبعا السؤال كثير مهم، وحتى يعني لم يخطر على بالي إنه طيب إذا بدنا نتجه إلى الإعلام الرسمي ضمن هذا الطيف الموجود، أي مؤسسة رسمية مثلا يمكن أن نحددها بالاسم أنه هاي رسميا تابعة للسلطة. وحتى اللي كانت تدير الجلسة الندوية قالت إنه أنا أول مرة بسمع بهيك عناوين. أنا ما بعرف، يعني هلا فهمنا إنه المنصات والقنوات الناطقة باللغة الكردية بحكم إنه ما بيعرفوا يحكوا كردي غير مطلعين، بس ماذا عن المنصات التابعة الناطقة بالعربية؟ يعني سؤال جر سؤال وفتح الملف. أنا قلت يا ريت إلهام أحمد كانت موجودة وجالس يعني تحضر النقاش اللي دار على إكس أو مظلوم عبدي لكي يعرف، يعني لأنه هذا النقاش شديد الأهمية وشديد الخطورة. فهي طرحت سالي طرحت سؤال آخر، وأعتقد أنه التسجيل الصوتي موجود، يعني بإمكان لمن يود أن العودة إلى ما دار في تلك الندوة. طبعا أنا لأنه كنت مشغول لم أستطع إكمال الندوة، لكن قلت ما قلته. يعني السؤال الأكثر أهمية، طالما هنالك صرف على هالمنصات كلها، طيب شو هو المردود؟ شو هو مستويات الاختراق في الوعي السوري؟ التعريف بمشروع الإدارة الذاتية، دعم الإدارة الذاتية وكذا. يعني الموضوع لا ينحصر في انه انت كسبت شورش درويش لانه انت عم تستكتبه في نورث بريس، او كسبت طارق عزيزة، او كسبت زيد من الناس، يعني كشخص داعم لهذا المشروع، لانه انت بطريقة او باخرى يعني في مكان ما، في زاوية ما، تتقاطع معه في قضية المصالح والاستكتاب والموضوع الإعلامي. المسألة يتجاوز يعني الجدوى الإعلامية، الجدوى السياسية، الجدوى المعرفية التنويرية، التعريف بهذا المشروع في مواجهة إعلام الجولاني اللي عنده بس قناتين بس. انت عندك 3 4 قنوات ما شاء الله عليك، عندك يعني الكثير من المنصات، مركز دراسات في القامشلي، مركز دراسات في بوخم، مجلة روناهي، جريدة روناهي، عدا عن مؤسسات إعلامية موازية مثل آرتا اف ام، مثل بويار بريس، مثل منصات أخرى وكثيرة تعمل وبتشتغل في مناطق سلطة قسد، ويعني لا يمكن، ممنوع عليها في خطوط حمراء أنه مثلا يكون لديها نفس ناقد، نفس معارض لأداء السلطة. طيب هذا الكم المهول من الصرف، أنا ذكرت أنه هنالك مؤسسات لجهة التمويل لا تتبع لقسد، مثل آرتا، مثل نورث بريس،
لكن الخط التحريري، النفس الإعلامي، ما في هذا هي السوية التي تخلق حالة من الرقابة على أداء السلطة، أداء الإدارة الموجودة. طبعا الرقابة النقدية تهتم بهموم الناس، تعارض، تنتقد الانتهاكات بحق الكرد، الانتهاكات بحق العرب، بحق الصحفيين. ما في هيك شيء، لأنه في خطوط حمراء يعني. آه، أي تجاوز لهذه الخطوط الحمراء يغلقوا ارتا اف ام، وان شاء الله سيروان حاج باركو يروح لعند دونالد ترامب ويشتكي لديه مثلا، او للجهات الهولنديه او السويديه والجهات المانحه اللي بتدعمه مثلا، بتمول مشروعه. طز يعني شو، ولا بيهمهم، ولا بتهم إدارة قسد ولا الإدارة الذاتية المواقف وردود الأفعال. حتى لو أضرم النار بنفسه سيروان حاج بركو بنص عمودة، أبدا، ولا يعني لن يرعوا أي أهمية لردود أفعال، في حال أنه إذا تجاوز سيروان هاي الخطوط الحمراء، وهي كثيرة، بيقفلوا له الدكانة وروح يلا بلط البحر، اشتغل بمنطقة أخرى. والتمويل مشروط، هيك مشاريع أنه التمويل مشروط أن يكون مكان المشروع الحراك في المنطقة الفلانية، مثلا منطقة شرق الفرات أو الرقة أو كذا. عندهم طموحات أنه مثلا يفتحوا مكاتب في دمشق أو يرخصوا كذا، حتى على زمن النظام السابق يعني. سيروان حاج باركو وارتا كان عندهم طموح انه يشتغلوا مثل روضاوة ومثل المؤسسات الثانية ويفتحوا قنوات وموافقات من النظام السابق. وحتى الآن يعني يمكن عندهم محاولات انه يكون في تواصل بينهم والنظام الحالي مشان يشتغلوا شغل، توسعة في نطاق الشغل، توسعة في مستويات الدعم والتمويل. فهي المؤسسات في منهم التمويل تبعها لا يتبع قسد. مثلا نورث بريس في جزء كبير من التمويل لا يتبع قسد، لكن هنالك رقابة قسدية. قناة اليوم جزء كبير من التمويل لا يتبع لقسد، لكن خاضعة تماما. القادرو موجود في قناة اليوم، هو عامل كنترول على الكل. الكادر الحزبي في عملية كنترول، مثل ما نواف خليل تحت الكنترول، كنترول الجهة الداعمة الراعية، وحتى كنترول الأتراك. وهذا قالوا بكر أتاجان أنه الاستخبارات التركية موجودة في مكتبك مثلا يعني، قال له إياها على الهواء مباشرة. أن بكر أتاجانو في تراشق ما بينه وبين نواف خليل. في في جهة مثلا مستويات الدعم، لكن أغلب هذه المنصات هي بالمجمل خاضعة للكنترول، لكن أغلبها تمويلها قسدي مباشر، وفي منصات أخرى تمويلها مشترك أو تمويلها مش قسدي. لكن الأداء والخط التحريري والسياسي والنقاط الأساسية كلها خاضعة لتوجه معين. المردود، السؤال الاستراتيجي يعني، هذا الصرف المهول، وهو صرف مهول. الجولاني أنا ذكرت في الجلسة أنه الجولاني لا يصرف. تمويل تلفزيون سوريا جاي من قطر، وربما تمويل الإخبارية كمان جاي من قطر أو من السعودية ربما. لكن قولا واحدا، الموظفين، المذيعين، الإعلاميين، المحررين في مؤسسة تلفزيون سوريا رواتبهم قطرية. الجولاني ما بيدفع قرش واحد لتلفزيون سوريا، وهذا التلفزيون سوريا حاليا يدعم الجولاني قلبا وقالبا. فمستويات الصرف
والإنفاق من قبل الجولاني على الإعلام لا يصل إلى 10%، 5% من مستويات الصرف اللي بينفقها قسد على الإعلام. لكن مع ذلك المردود في موضوع التسييس، التجيير، التحشيد، التأليب، التأثير على المزاج العام، يعني أداء إعلام الجولاني يعني أعلى بكتير. هو صحيح أداء منحط ومانو مهني، بس الأداء اللي عند جماعة قسد كمان مانو مهني. صحيح إنه ما في حرية صحافة بالمستوى المطلوب أو المرجو في نظام الجولاني، لكن سجل قسد وإدارة قسد والإدارة الذاتية فيما يتعلق بحرية الصحافة واعتقال الصحفيين والمراسلين وما بعرف شو، مش ناصع البيان، يعني مش ناصع البيان. وبإمكاننا نذكر الأسماء والتواريخ والقصص. فالموضوع بحاجة إلى مراجعة جادة وصلبة ومجدية. يعني مظلوم عبدي وإلهام أحمد والإدارة الذاتية ينبغي عليها عمل مراجعة لهذه المؤسسات الإعلامية وأداء المؤسسات الإعلامية والجدوى. يعني هل العوائد السياسية وعوائد العوائد مسألة التأثير على المجتمع العربي، المجتمع السوري، خطاب الإعلامي، هل هذا الموضوع يتناسب مع مستويات الإنفاق والصرف المهول على هذه المؤسسات؟ إذا كان نعم والأداء بالفعل يعني جد إيجابي وعالي ومؤثر ونسب عالية من المشاهدات ونسب عالية من القراءة، ووكالة حوار نيوز صارت مصدر للمعلومة فيما يتعلق يعني تعامل وكالات الأنباء العالمية مع هذا المصدر. يعني هي كلها أسئلة مهمة اليوم قبل بكرة. لازم إلهام أحمد ومظلوم عبدي وكل هاي الإدارة بتجمعهم هيك المسؤولين عن هاي القنوات والمؤسسات وتعمل لهم هيك عصف ذهني وعصر كمان وانتقاد في السياسات والتعامل. يعني فهذا رأيي في هذا الخصوص. مثل ما بنتقد إعلام الجولاني، طبعا أنا أنتقد إعلام قسد، يعني ومستويات الأداء الإعلامي في إعلام قسد، وبنتقد الانحدار كمان يعني في مستويات التعامل مع المؤسسات الإعلامية الأخرى الناشطة في مناطق قسد والخاضعة للخطوط الحمراء ويعني يعني التعامل السلبي مع الإعلاميين المستقلين الغير خاضعين أو الغير عاملين في مؤسسات تابعة لقسد من المؤسسات اللي أنا ذكرتها. يعني مسألة الولاء والطاعة والبراء وأنه يشتغلوا يعني نفس سلوكيات المؤسسة الأمنية للنظام السابق ونظام الجولاني، سلوكيات والتعامل الأمني مع الصحفيين والإعلاميين موجودة عند قسد كمان. يعني إذا الآن مرة مرتين ثلاثة أربعة خمسة إذا انتقد رامي عبد الرحمن أداء قسد وسياسات قسد وسلوكيات قسد، راح ينشروا عرضه مثلا.
ويمنعوه من العمل في تلك أو يكون له مصادر أو آه، يعني جمعة عكاش مع كل اللي سواه والتقارير المنحازة له والدعم، كتب شوية نقد اللي ما بعرف يعني شو هيك خطر على باله انه يكتب شوية نقد واخضعوا للتحقيق. فما تحكوا عن هيك جنة الإعلام. لو الإعلام كان جنة لكان طارق حمو شفناه بالقامشلي. لو أداء الإعلامي جنة في روجافا لشفنا نواف خليل وكل هالشلة ورايحين حزموا أمتعتهم ونزلوا خلاص، وكلهم يعني حملة جنسيات أوروبية وأوضاعهم منيحة وأحوالهم ممتازة، بس ما بيروحوا، ما بيتخلوا عن آه، الغربة ويرجحون الغربة على الوطن بيحكوا كتير يعني على المشروع القسد. لكن أنا في تلك جلسة امبارحة، النقاش اللي صار امبارحة، قلت مسألة يعني مسألة ضميرية ينبغي أن لا يعني أن لا أكتمها وأكررها الآن، أنه إعلام الجولاني على علله ورداءته وتفاهته، لكن أنا شخصيا شاركت في تلفزيون سوريا وانتقدت الجولاني ونظام الجولاني على قناة تلفزيون سوريا وحتى على الأخبارية. لكن يستحيل على شورش درويش ورستم محمود وسربس نبي ومين كمان بتكون وطارق عزيزة مين بتكون يعني وحسين جمو، يستحيل على هؤلاء يطلعوا على إعلام قسد وينتقدوا أوجلان وينتقدوا مظلوم عبدي وينتقدوا إلهام أحمد وينتقدوا مثلا صالح مسلم وينتقدوا أداء هذه السلطة. يعني شفتوا الفرق؟ صحيح أنا عندما أشارك في قنوات التابعة للجولاني وأنا مسؤول عن رأيي وأنتقد واضح يعني، والفيديوهات موجودة يعني. صحيح بيقاطعوني لكنني أقول ورد بيتصلوا في مرة تانية وبيطالبوا بي أنه أكون من المشاركين كذا وأقول آرائي النقدية الأخرى. لكن هذا هذا التعامل مش موجود في الإدارة الذاتية الديمقراطية. يا ريت يستضيفوا يوسف الشريف ويوسف الشريف ينتقد أوجلان وينتقد إدارة قسد على إعلام قسد لنشوف مستويات النفس الديمقراطي والأداء الديمقراطي في هالإعلام. يا ريت يطلع طه خليل على الإعلام اللي كان هو بيشتغل فيه وينتقد شوي أداء سلطة قسد، أداء الإدارة الذاتية الديمقراطية على إعلام الإدارة الذاتية الديمقراطية. بيطلعوا أنصار قسد على إعلام الجولاني وبينتقدوا وبيشتموا الجولاني، بس ما في مجال، ما في إمكانية على الإطلاق أنه حدا من أنصار الجولاني يطلع على إعلام قسد ومثلا ينتقد قسد. مش بس الجولاني، لا كردي عادي مثقف كردي وباحث وما شاء الله عليه مثلا بيطلع على المنابر وبيكتب وبيحكي، يطلع وينتقد ويفصح عما في داخله وعدم رضاه من أداء وسياسات قسد أو العمال الكردستاني أو عبد الله أوجلان على هذا الإعلام، ليعلقوا مشنقته. مش بس خلاص يعملوا بلوك، ما عاد في مجال. مش بس هيك،
سيصار إلى معاقبة المذيع الذي استضافه والمعد واللي اتصل فيه، لأنه كل شيء تحت الكنترول. الضيوف، شو بده يحكي الضيف، شو بده يقول، كل هذه التفاصيل أنا كنت جزء منها قبل 14 سنة. قبل 14 يعني بعرف الآلية والذهنية اللي يشتغل فيها هذا الإعلام. هذا الفرق اللي هاي المقارنة أنا قلتها امبارح وأكررها الآن. البنت القسدية اللي ما بعرف شو اسمها وسألتها أنت مين، فبتقول لي أنت مين، وبتجي بتتهمني بتقول لي أنا بنتقد، بتقول لي أنت دغمائي وأنت مش فهمان شيء وأنت كذا، وأنه إعلام الجولاني، الجزيرة والعربية والإعلام التركي كله صار إعلام الجولاني. هذا الإعلام يدعم الجولاني لكنه ليس إعلام رسمي. العربية اللي الآن تدعم الجولاني صار لها 13 14 سنة بتدعم قسد، سري مري. يعني الضيوف كانوا على حساب العربية، كانت على حساب قسد، دعم إعلامي ودعم مادي لقسد من العربية السعودية. القنوات الإماراتية نفس القصة، وكانت توصلهم تقارير للإعلام السعودي وللإعلام الإماراتي أنه هوشنج لا تستضيفه. ليش؟ لأنه ينتقد قسد، لأنه بالضد من التوجهات. وهي معلومة. لما بيصير استشارات نستضيف هوشنغوسي ولا لا؟ لا، لا تستضيفه. ليش؟ لأنه هذا نفس نقدي، هذا ضد الإدارة ومن هالقصص هي. يعني سلوك أمني دنيء. مش بس يعني المواقع الإلكترونية أنا بكتب فيها بيروحوا بيراسلوها ضدي، مثقفين وكتاب مصريين تربطني بهم صداقات بيروحوا بيتواصلوا وبيعملوا حوارات وبيستكتبوا كذا، وكأنه يعني حربهم والأساسية ضد هوشنغ، يعني مش ما عندهم شيء تاني ينشغلوا فيه غير هوشنغ، وكيف يحاصروا هوشنغ. يعني الجزيرة أنا ذكرت امبارح وأكرر، الجزيرة ساوت أفلام وثائقية، مولت أفلام وثائقية دعما لحزب العمال الكردستاني. وسري مري يعني الجزيرة كانت في معاقل العمال الكردستاني ومقابلات مع عثمان أوجلان، مع جميل بايك، مع مراد قرائلان، أرشيف الجزيرة مع باهوز أردال مرة ومرتين وثلاثة. الآن الجزيرة الإخوانية والجزيرة القطرية والجزيرة ما بعرف شو. أيام الجزيرة كانت تدعم العمال الكردستاني. يا سلام على الجزيرة، ولا أحلى من هيك. بس الجزيرة تنتقد أداء قسد والعمال الكردستاني وكذا، إخوانية متطرفة تكفيرية قاعدية داعشية. هلا أداء الجزيرة معروف، مش بحاجة يعني إنه أنا أشرحه. لكن النفاق والدجل الموجود في القواعد الجماهيرية أو ال حتى على مستوى النخب الموالية لقسد، هذا اللي يعني شيء مقرف 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 يعني بصراحة. على أي حال يعني أنا هاي المقارنة والكلام الذي قلته في الندوة حاولت ندوة امبارح على منصة إكس، حاولت أن أعيده لربما لعل وعسى جماعة قسد، مظلوم عبدي وإلهام أحمد وغيرهم ينتبهوا شوي